شاب وسيم، صاحب شخصية مميزة وجذابة، لكن اللي محدش كان يتوقعه إن وسامة الشخصية دي تخبي وراها وحش آدمي تسبب في 5 سنين من الرعب لأهل اسكندرية. عمل سلسلة جرائم مرعبة ووحشية من سنة 1948 لحد سنة 53. جرائم قتل ما تقلش وحشية عن جرائم ريا وسكينة، بالعكس يمكن تكون أفظع من كده كمان. النهاردة هنتكلم عن سعد اسكندر عبد المسيح، سفاح كرموز. لكن قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة يا صاحبي عشان يوصلك كل جديد ونقدر نوصل لناس أكتر. ويلا حضر كوباية القهوة والشاي واستعد عشان تسمع قصة النهاردة. الحكاية بدأت من محافظة أسيوط. سعد اسكندر كان شغال في مصنع الغزل والنسيج، مصنع صغير بتاع أخوه